انت عندك دلوقتي حته مهمه جدا جدا جدا، هكتبها لك وهتيجي في الامتحان ان شاء الله بتاع ثانويه عامه. الار بتاثر على الاي، لكن الاي مش بتاثر على الاي. ايه بقى اللي انا قلته ده يا جماعه؟ الحته دي فيري 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 امبورتنت وبلعب بيها كتير في المسائل. الار بتاثر على الاي، يعني لما الار تزيد الاي تقل، لما الار تقل الاي تزيد، لكن الاي مش بتاثر في الار. لان انت دلوقتي لو جبت لك لمبه صغيره اديتها لمبه، انت بالنسبه لك الصغيره دي كهرباء كتيره، هتكبر منك، هتصغر. طب اديتك كهرباء قليله، هتكبر منك، هتصغر. ما اديتهاش كهرباء خالص، هتتغير وهتفضل زي ما هي. صح؟ يبقى تاني، لما انت بالنسبه لك الاي تعمل تشينج، الار تبقى كونستانت. يا جماعه الحته دي والله العظيم ثلاثه مهمه جدا 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 فوق ما تتصور. تاني، لما الاي تتغير الار تبقى كونستانت، لما الار تتغير هتبقى الاي بتتغير ولا لا؟ تمام؟ طيب تيجي اديك سؤال بتاع ثانويه عامه جه قبل كده في الحته دي، قال لك if you know that، لو انت عارفه او انت عارف you have resistor، طبعا resistor ده مقصود بيه لامب، راديو، ديفايس، تي في، بيساوي 5 اومز. انت عندك ريزيستور بيساوي 5 اوم passes 1 امبير through it، يعني عدى 1 امبير من خلاله. يجي يقول لك كده if current doubles، لو current بتاعنا بقى double so the value of resistance becomes كام؟ ويقوم بالنسبه لك مديك نقط. الله ينور عليك، انا سامع كلام حلو اهو. طبعا يا جماعه الفاليو بتاعتك تبقى ايه؟ كونستانت، يعني نفس ال 5 اومز، ولا لا تزيد ولا تقل، يبقى ده المفروض تبقى نفس ال 5 اومز. دي الاجابه الصح.